بون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. قدام من واحد يبعث لي في الخاص: هل أمريكا وحلفائها قرروا خلاص أنهم يدخلوا على الجزائر؟ بدك تقتلوني بالضحك انتم والله العظيم. أروح وادخل على الجزائر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والله ما يقدر لا أمريكا لا اللي أكثر من أمريكا يدخل على الجزائر، والله يعني نحلف بالله. شوف، أمريكا ما هيش عندها وقت أنها تضيع وقتها ولا تضيع سلاحها ولا تضيع صواردها باش تدخل على دولة من الدول بحجة ماني عارف أنها دولة مارقة. هذه الوظيفة هذه مش تاع أمريكا، هذه الوظيفة تاع من وظفتها أعطتها للكيان الوظيفي اللي هو كيان الصوص، هو اللي يقوم بالحروب والفتن بالوكالة لأمريكا. أما أمريكا العدو الأبدي رقم واحد لها هي الصين، ورقم اثنين هي روسيا. على سبيل المثال، الصين عندها ديون بالنسبة لفنزويلا أكثر من 65 مليار دولار، وكانت الصين تفاوض مادورو على أساس أنها ما تديش الصوارد، تديهم معادن وبترول وغاز وطاقة. فهذا هو السبب اللي خلى أمريكا خلى دونالد ترامب يدخل ويعتقل رئيس فنزويلا لكي يستولي على موارد هذه الدولة. وكما تعرفوا أنه احنا كمجتمع دولي نعرف ترامب أنه هو إنسان يحب البروباغندا، إنسان يهدر به يخوف به يجس النبض باه. فنظن أنه دونالد ترامب دخل على فنزويلا وهذا لكي ينشف المعادن على الصين. الورقة الوحيدة اللي قاعدة تهدد بها أمريكا هي دخولها على تايوان. نفس السبب اللي تم اللي دارته روسيا بالنسبة لأوكرانيا، وهي الأكبر حقل غاز اللي موجود في أوكرانيا، في بوناباس هذه ولا ما اسمها. على كل حال، الآن ترامب يهدد باحتلال غرينلاند. تم رصد عدة سفن وبوارج وغواصات روسية مقيمة قدام غرينلاند، وروسيا كانت بعثت مقترح للدنمارك بإقامة قاعدة عسكرية بالغرينلاند، وهذا ما أثار حفيظة دونالد ترامب، وأراد أن يشري لغرينلاند لما ما وافقتش الدنمارك. درك الآن راهو يهدد بأسلوب القوة أنه يأخذها بالقوة لغرينلاند. فهو حب ينشف على روسيا أيضا مصدر الموارد والمعادن والطاقة. فإذا أمريكا لاهية مع الصين وروسيا. أمريكا قالت للمجتمع الدولي الحلفاء نتاعها اللي هي الأوروبيين: أنا خليوا لي الصين والروس، وانتوما الهاو ببقية الدول اللي هم ضدنا أعداءنا. فبما أنك أنت ما تفهمش في الأمور الجيوسياسية، ما تبداش تتفلسف أنه أمريكا ستدخل على الجزائر وأنه الجزائر مهددة، وأنه روح وهدد أنت الجزائر، خراي كيما أنت تهدد الجزائر ولا أي دولة. شكون الدولة اللي تهدد الجزائر؟ أمريكا؟ أقسم بالله ما نشوفوها شوفان. شكون بعد؟ ليش تهضر تبدا تيري برك وتخوف في الناس وتربك في الناس؟ السلام عليكم.